كده. لان انا واثق ان الراجل ما عندوش اي فنيات. الراجل كانت ماشيه معاه بالبركه. الراجل لولا شويه الجماهير اللي بيحضروا الماتشات دي هي اللي بتحرك اللعيبه. هو تشكيله غلط، تغييراته غلط، التكتيك بتاعه غلط، ما بيعملش حلول. ما شفناش اي حلول لفرقه الزمالك. زيزو اتمسك خلاص، فرقه الزمالك راح. بس وده اللي كنت بقوله لكم السنه اللي فاتت. يعني الزمالك كان بيكسب السنه اللي فاتت بس الاداء ما كانش كويس. بص يا فاروق، ما فيش شخصيه لنادي الزمالك. ما فيش مثلا حاجه تقول ايه، لا ده في اي وقت الزمالك يكسب، في اي وقت يرجع المباراه. انا قلت قبل كده لما بيخش فيه جون بيلطش، ما بيشوفش، ما دخلش وما فيش. والحجه بقى بتاع كل مره ده لينا ضربه جزاء في ماتش اسوان، ده لينا ضربه جزاء في ماتش الداخليه. طب النهارده ما فيش ضربات جزاء، ما فيش اي خطوره على الملعب. هو عمل ايه عشان يخلي ده؟ حتى كمان ان انت المفروض الشوط الثاني، مش بقول لك شوط المدربين، الشوط الاول شوط اللعيبه والشوط الثاني شوط المدربين، تغييراته كلها خطا وغلط وكله سمك لبن تمر هندي. يعني انت مثلا انت كنادي الزمالك بتلعب على بطوله وخسران الماتش، متعادل الماتش بتخسره، ماتش الداخليه وماتش اسوان، المفروض الف بكوره اعمل اداء عشان الاداء هو اللي هيجيب لي النتيجه. فتعمل اايه؟ انت بتلعب ليه ب3 دفندرات؟ انت كنت خلاص فرقه الزمالك راح. بس وده اللي كنت بقوله لكم السنه اللي فاتت. يعني الزمالك كان بيكسب السنه اللي فاتت بس الاداء ما كانش كويس. بص يا فاروق، ما فيش شخصيه لنادي الزمالك. ما فيش مثلا حاجه تقول ايه، لا ده في اي وقت الزمالك يكسب، في اي وقت يرجع المباراه. انا قلت قبل كده لما بيخش فيه جون بيلطش، ما بيشوفش، ما دخلش وما فيش. والحجه بقى بتاع كل مره ده لينا ضربه جزاء في ماتش اسوان، ده لينا ضربه جزاء في ماتش الداخليه. طب النهارده ما فيش ضربات جزاء، ما فيش اي خطوره على الملعب. هو عمل ايه عشان يخلي ده؟ حتى كمان ان انت المفروض الشوط الثاني، مش بقول لك شوط المدربين، الشوط الاول شوط اللعيبه والشوط الثاني شوط المدربين، تغييراته كلها خطا وغلط وكله سمك لبن تمر هندي. يعني انت مثلا انت كنادي الزمالك بتلعب على بطوله وخسران الماتش، متعادل الماتش بتخسره، ماتش الداخليه وماتش اسوان، المفروض الف بكوره اعمل اداء عشان الاداء هو اللي هيجيب لي النتيجه. فتعمل ايه؟ انت بتلعب ليه ب3 دفندرات؟ انت كنت بتلعب ب3 مساكين، فلما قلنا لك 3 مساكين ما ينفعش. انت ملخبطه انت. لا ما ينفعش، اصل بتلعب ليه ب3 مساكين وهو فرق الواحد اللي بيلعب عليك في كل هو في اول تعليق رضا عبعال بعد فوز الزمالك على الاتحاد. فيديو مهم جدا جدا، اتمنى الشير واللايكات يا اصحابي والمتابعه.